السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه يا رب. نبداو كاملين بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وجيتكم فيديو جديد البنات وبوصفه صيفيه خفيفه سهله مهله كيف ما عودتكم. وصفات اللي هي اقتصاديه، وصفات اللي هي لذيذه بزاف بزاف يحبوها وليداتكم، وحتى نتوما ان شاء الله غادي تعجبكم هذه المقيله هذه اللي غادي نحضر معكم اليوم. هي فكره لوجبه الغداء او لا وجبه العشاء. المهم كل واحد واش حبت خاطرو وامتى ديروها ان شاء الله. المهم انكم تجربوها البنات غادي تعجبكم، انا اكيده. بلا ما نطول عليكم ندوز ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. وهنا على بركه الله نقول لكم المقادير هما الاولين البنات، عاد ندوز ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. هنا عندي واحد البصله اللي كبيره شويه، هانتوما قطعتها مربعات. عندي واحد جوج ديال الفصوص ديال الثومه حتى هما قطعتهم غير مربعات، بغيتو حكوهم. هنا عندي واحد 4 ديال البطاطات متوسطين ديال الحجم، زعما ما كبارش. هنا عندي واحد المطيشه اللي حكيتها وضفت عليها واحد المعلقه ديال مركز الطماطم. هنا عندي القزبر والمعدنوس. غنجيب هنا مقيله. هاد المقله ديال البنات غنطيب فيها وغادي نقدم فيها. يمكن لكم تستعملوا الطاجين. صافي هنا ضفت شويه تاع الزيت في المقله، غنضيف هذيك البصله والثومه وغادي نديرهم فوق النار تيتشحروا مزيان. عاد غادي نضيف لهم ان شاء الله باقي العناصر، غنديهم دابا فوق النار ان شاء الله يتشحروا. هنايا غادي ناخذ هذيك الزليفه اللي فيها هذيك مطيشه اللي محكوكه مع ديك المعلقه ديال مركز الطماطم، غنضيف ليها التوابل اللي هما شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره. ممكن نديروا غير القليل فقط، ماشي تقريبا واحد نصف معلقه صغيره لكل تابل. هنا عندي القزبر يابس مطحون، شويه ديال الخرقوم عرق، شويه ديال السكنجبير، وغادي نضيفوا الملحه حسب الذوق. غادي نخلط هاد العناصر، غادي نضيف واحد الكميه ديال الربيع والمعدنوس وغادي نحتفظ بالكميه الاخرى حتى من بعد. صافي غادي نخلطوهم مزيان يندمجوا لينا هاد العناصر هادو مع هذيك المعلقه ديال المطيشه ديال الحك وهذوك التوابل. صافي هنا رجعنا للمقيله ديالنا من بعد ما تشحرت، كنبقاوها كنديو فيها ونجيبو في هذيك البصيله وهذيك الثومه حتى تهبط لينا هذيك البصيله. عاد غادي نضيفوا المكونات اللي كاينين في هذيك الجبانيه اللي هذيك المطيشه اللي ضفنا عليها التوابل. المهم راه الفيديو شرح نفسه. الا وصلتي حتى لهنا حبيبتي ما تبخليش عليا بواحد لايك الفيديو، الله يجازيك بخير. واللي ما مشتركه معنا في القناه كنقول لك مرحبا والف مرحبا، اشتركي معنا في القناه، فعلي زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله جديد الفيديوهات. راه كنحط لكم فيديوهات اللي هما اولا وصفات اللي هما خفاف ظراف اقتصاديين ديال هذا الوقت. نتمنى يعجبوكم ان شاء الله يا ربي، ونتمنى المحتوى ديال القناه ككل يعجبكم، وما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم بالاراء ديالكم حتى بالانتقادات ديالكم البناءه. مرحبا بجميع التعاليق ديالكم البنات وشكرا لكم. كيف ما شفتوا معايا ضفنا هذوك التوابل، هذيك مطيشه اللي كاينين عندنا في هذيك الزليفه، زدت عليهم واحد الزلافه ديال الماء ضروري باش نحلوا هذوك التوابل وهذيك المعلقه ديال مطيشه ديال الحك. غادي نضيفوا البطاطا اللي قطعناها مربعات على هذا الشكل، غادي نخلطوا مزيان حتى تشرب لينا هذيك البطاطا هاد العناصر هادو كلهم اللي ضفنا. وغادي نرويو القدر ديال الماء فاش غادي طيب لينا هاد البطاطا. ها نتوما كنحاول انني نخليها تمتص لينا جميع المكونات اللي درنا في هذه المقيله هذه. وغادي نضيف كي قلت لكم القياس ديال الماء فاش غادي طيب لينا هاد المقيله اولا فاش غادي طيب هذيك البطاطا.
صافي كيف ما شفتوا معايا غادي نخليها هكا ونسد عليها ان شاء الله. العافيه راه متوسطه، ما مجهده، ما ناقصه بزاف. غنسد عليها حتى يدخلها الطياب مزيان مزيان هذيك البطيطه، وغادي نرجعوا لها ان شاء الله. هنايا غادي نرافق انا البنات هاد المقيله هادي، غادي نرافقها ان شاء الله مع شلاضه مغربيه ديالنا اللي معروفه، شويه ديال الخيار، شويه ديال البصيله، شويه ديال المطيشه. هنا عندي سوريز، غتضيفوا الخس ضيفوه. صافي غندير لها واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال المليحه، شويه ديال الخل، شويه ديال الربيع، وغادي نخليها على جنب حتى الوقت ديال التقديم عفوا. صافي هنا هانتوما البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله المريقه كي دايره، ما نقولش لكم كتجي عاقده وكطيب لينا زعما ما كتاخذش لينا الوقت في الطيب. هنايا من بعد ما طابت لينا البطاطا غادي نجيبوا واحد البواطه ديال السردين. انا هنا استعملت غير سردين عادي، المهم لكم الاختيار. غادي نضيف عليها واحد 3 ديال البيضات، وحتى العدد ديال الحبات ديال البيض لكم الاختيار. غادي نضيف عليها 3 ديال الحبات ديال البيض، شويه ديال الابزار، شويه ديال البابريكا اولا شويه ديال التحميره، كي قلت لكم راه كتجي واحد المقيله اللي زوينه بزاف، لذيذه ودغيا كتوجد. وكاقتراح كي كنقول لكم دائما نوعوا به الموائد ديالنا ديال الغداء اولا ديال العشاء. صافي هنا ضفت عليها شويه ديال الكمون، القليل فقط ما تكتروش، واحد شويه ديال المليحه على حسب البيض. صافي هذا الربيع هذا غنخليه حتى الاخير ونزين به. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان، يمتج لي هذاك البيض مع هذاك السردين اولا هذاك الطون. صافي على هذا الشكل، وغادي نديه نضيفو على المقيله اولا على هذيك البطاطا. كي قلت لكم من بعد ما تكون طابت، حيت راه دغيا البيض كيطيب، راه ما تياخذش لينا الوقت ديال الوقت بزاف باش يطيب. صافي غادي نوزعها على هذه الطريقه هذه. هانتوما الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، نتمنى انكم تجربوها، غادي تعجبكم ان شاء الله. صافي كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل. غادي ندير هذاك شويه ديال الربيع اللي بقى لي، غادي نزين به من الفوق. صافي وغادي نسد عليها، غادي واحد 2 دقائق. صافي غادي يطيب البيض. ها هي واجده عندنا المقيله ديالنا. في هذه الاثناء هذا البنات الا بغيتو تضيفوا عليها الفرماج محكوك ضيفوه، بغيتو تضيفوا داك القطع ديال جبل داك المربع ديال ساندويتش حتى هو ضيفوه، المهم لكم الاختيار. صافي سديت عليها ونخليها طيب ان شاء الله. هنا غادي نرافقها ان شاء الله مع شويه ديال العصير. درت هنايا شويه ديال الخيزوم محكوك مع عصير ديال الليمون. ها هي غديوه ان شاء الله كامله مكموله دغيا كتوجد. والاهم انها لذيذه بزاف البنات. شوفوا لي ديك المريقه اللي في هذيك المقيله كيفاش كتجي، يا سلام. كي قلت لكم الا بغيتو تضيفوا عليها الجبن هكا محكوك ضيفوا عليها، راه غتعطيها حتى واحد اللذه ومنظر اخر. المهم نتمنى الفيديوهات ديالي تعجبكم، تنال الرضا ديالكم، تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله بالصحه وبالسلامه. شكرا لكم بزاف الحباب على حسن المتابعه. ما تنساوش اختكم اللايكات الفيديو. الله يجازيكم بخير. اللي ما مشترك في القناه مرحبا والف مرحبا. شرفتوني ونورتوني، الله يحفظكم والله يجازيكم بخير. حتى لهنا غادي نجي على نهايه الفيديو، كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي، الى بقى العمر.